بعطيكم فيديو. هذا الفيديو رح ورجيكم 3 لفات حجاب لشتوية 2023. لفات الحجاب كتير بسيطة وسهلة كتير. لا ما رح طول عليكم، بس لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة. ويلا خلينا نبلش بالفيديو. أول لفة رح ورجيكم إياها وهي هاللفة اللي هلا حاططها حاليا. لفة كتير بسيطة. مثل ما شايفين طرفين اللحشة متساويين. وشغلة كتير مهمة انه بهاللفة رح تبين الرقبة، فكرمال ما تبين لبست انا قبة عالية، حطيت دبوس وحطيتها مع القمطة بهذا الشكل كرمال ما تبين ابدا الرقبة، وطبعا عملت هذا الشي بالطرفين. اول شي مثل ما شايفين تنيت اللحشة بهالطريقة كرمال ما تكتل من ورا كتير. تمام؟ بعد ما طويته طبعا ما في داعي نظبط البوزة لانه هيك رح تنتزع بعد ما نحط الطاقية. جبت طاقية مثل هذا الشكل، اهتميت انها تكون مداها طويل مثل ما شايفين هيك كرمال تكون مريحة لنا، لانه الحجاب بياخذ حيز ومساحة. هلا رح البس الطاقية بهذا الشكل. تمام؟ وهلا رح ظبط اللحشة مثل ما شايفين. فيكم تبينوا القمطة تحت، فيكم ما تبينوها عادي بترجع لإلكم. وبلبس اللحشة هيك او بلبس طاقية بهذا الشكل. الخطوة اللي بعدها رح اربط اللحشة من هذا الطرف ومن هذا الطرف. فخلينا نبلش بربطها. ما عرفت اربط بهذا الشكل. تمام. وبهذا الشكل. اهم شيء انه يكونوا نفس المستوى. تمام بهذا الشكل. فينا نرجع هيك لورا ويطلع هيك الشكل النهائي. طبعا اهم شيء ما تبين الرقبة لا من قدام ولا من ورا مثل ما شايفين، مو مبينة ابدا. وهذا شكل لفة الحجاب الاولى. اللفة كتير سهلة وبسيطة. يلا هلا خلينا ننتقل على لفة الحجاب الثانية. كمان لفة الحجاب الثاني رح تبين رقبتنا، فننتبه انه نلبس قبة عالية. اول شي عملته انه تنيت اللحشة وبعدين انه حطيت طول اللحشة ربع بثلاث ارباع. والخطوة اللي بعدها عملتها بهالطريقة، وبعدين رح رجع هاي اللحشة لورا بهذا الشكل، بس ما رح خليها هيك، رح احطها جوات الجاكيت. يلا رح احطها جوات الجاكيت وبرجع لكم. ومثل ما شايفين حطيت القسم الطويل جوات الجاكيت، وهلا رح سكر زرار الجاكيت، وكمان رح يكون القسم القصير كمان رح فوته لجوا. بعد ما حطيت اللحشة جوات الجاكيت رح البس هلا الطاقية بهذا الشكل. بعد ما لبست الطاقية وهلا رح اعمل تظبيطات للحشة مثل ما شايفين. ممكن ننزلها هيك عادي. اهم شي لابسين القبة العالية، وهذا شكلنا النهائي. هلا خلينا نروح على لفة الحجاب الثالثة. للفة الحجاب الثالثة رح استخدم هالطاقية كنوع من تغيير الشكل. طاقية صايرة من الفرو وكتير حلوة وبتدفي، أهم شي تدفي. يلا خلينا نعملها. طبعا بهاللفة ما في داعي تحطوا قبة عالية لأنه ما رح تبين الرقبة. تمام بهذا الشكل. طبعا ما في داعي تظبط البوز، ارتحنا من تظبيطها. نسيت لكم إنه لازم يكون الطولين متساويين مثل ما شايفين. وهلا رح ألبس الطاقية بهذا الشكل. رح فوتها قد ما بقدر كرمال ارتاح فيها اكثر. تمام. وهلا رح احطها هيك ورا وظبطها. كمان هيش نفس الشي رح احطها ورا بهذا الشكل وظبطها. هلا وقت التظبيط بهاي الطريقة. وبس شوفوا شو سهلة، نافذة السفرات والطلعات حلوة كتير. ها وهيك بيكون خلص الفيديو. بتمنى تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه. ما تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. كتير مهم تفعلوا زر الجرس. ويلا هلا بشوفكم فيديو جديد. سلام.